اخوان عندنا التكامل المحدد. من يعطيني تكامل فوق رقم جوا رقم معناته اني راح اشتغل على التكامل المحدد او التكامل المحدود. من يعطيني هي بهذا الشكل مباشرة اجي اكاملها، شلون اكاملها؟ اطير هذا والغي هذا. راح من يبقى لي؟ يبقى لي بس المعادلة والاربعة على 2، اجي افتح قوس اكاملها تكامل مباشر. ال 3 اكس تربيع من اجي اكاملها راح يصير عندي 3 اكس تكعيب على الاس الجديد على 3 ناقصا 2 اكس اضيف لها اكس يصير 2 اكس تربيع على الاس الجديد 2 زائدا هاي 4 بوحدها اضيف لها اكس راح يصير 4 اكس. اسد القوس واخلي فوق القوة الكبرى وجوا القوة الصغرى. عندي اختصارات ال 3 ويا ال 3 ال 2 ويا ال 2 راح اجي 3 ويا 3 راح يبقى لي اكس تكعيب ناقصا اكس تربيع زائدا 4 اكس. يعني هنا رتبنا السؤال. رتبنا السؤال يعني طريقة الترتيب. بعد ما انا رتبت بهاي الطريقة راح اجي اعوض مرة الاربعة مرة الاثنين، مرة بالقوة الكبرى مرة بالقوة الصغرى تتوسطهما اشارة السالب. اجي يصير 4 تكعيب ناقصا 4 تربيع زائدا 4 في 4. شلون صارت هيجي؟ بدال كل اكس من هذولا انا خليت رقم الاربعة، يعني هنا يصير عندي 4 وهنا 4 وهنا 4 بدال كل اكس راح يصير عندي 4 تكعيب 4 تربيع 4 في 4 بهاي الطريقة. وايضا الاثنين كذلك، هذه الاثنين اعوضها مرة بالاكس هذا ومرة بالاكس هذا ومرة بالاكس هذا. راح يصير عندي 2 تكعيب ناقص 2 تربيع زائد 4 في 2. اجي 4 تكعيب معناته انا اضرب بالاربعة 3 مرات، 4 في 4 16 في 4 راح يساوي عندي 64 ناقصا 4 تربيع معناته 4 في 4 راح يساوي 16 زائدا 4 في 4 ايضا 16 اشارة الوسط وانتقل. 2 تكعيب معناته 2 في 2 4 في 2 8 اشارة الوسط. 4 تربيع 2 تربيع هي 2 في 2 راح يساوي لي 4 فهاي الأربعة تنزل مثل ما هي زائد 4 في 2 راح يعطيني 8. وبهاي الحالة أنا عوضت القوة الكبرى وعوضت القوة الصغرى مثل ما رسمناهم بالمخطط، عوضتهم بهذا الشكل ورجعت بسطتهم إلى أبسط صورة. بعد ما بسطت بهاي الطريقة أرجع شنو؟ أطرح وأقسم حتى أطرح وأضرب حتى يطلع عندي الناتج النهائي. 64 ناقصا 16 زائدا 16 كانما انا اخذت منها 16 ورجعت لها 16 يعني راح تبقى 64 مثل ما هي وصار عندي 64. هذا الحد كله راح السالب ينزل. 8 ناقص 4 راح تساوي لي 4 زائد 8 راح يساوي لي 12. اذا 64 ناقص 12 راح يطلع عندي 52 هي الاشاره او الناتج النهائي للتكامل المحدود. وبهاي الصورة نكون كملنا إن شاء الله التكامل المحدود. شيء ذاك.